اهلا بيكم. صباح الفل عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه جميله جدا، هي الحواوشي الاسكندراني بالعجينه بتاعته الجميله. ويا سلام بقى وهو طالع من الفرن مفحفح كده، هيبقى جنان. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت ندوس سبسكرايب ولايك. اول حاجه محتاجه نص كيلو لحمه مفرومه، عليها 4 بصلات متوسطين مبشورين، عليها 2 عدد طماطم مبشوره، عليها ملح وفلفل وجوز الطيب وحبهان وقرفه. اخلطهم مع بعض واسيبهم ساعة في التلاجة لحد ما اجهز العجينة بتاعتي. ممكن نضيف عليها شطة. العجينة بتاعتي عبارة عن كيلو دقيق، هحط عليها 1.5 كوب من المية الدافية، وعليها 2 باكو من الخميرة الفورية. مع الخميرة الفورية عايزة كوبايتين من اللبن، 3/4 كوباية من الزيت، 4 معالق من السكر صغيرة، معلقة من الملح، وكيس من البيكنج باودر. اجيب كوباية من المية الدافية، احط فيها باكوين الخميرة الفورية، عليهم السكر بتاعي واقلبهم واسيبهم شوية لحد ما الخميرة بتاعتي تشتغل. بعد كده هبدأ احط المكونات الجافة بتاعتي فوق الدقيق، وهي كيس البيكنج باودر ومعلقة الصغيرة من الملح، واقلبهم. بعد كده هلاقي ان الخميرة بتاعتي الفورية لقيتها انها اتنفخت بالطريقة دي كده، يبقى هي اشتغلت. بعد كده هبدأ اصبها عندي فوق الدقيق بتاعي، وهصب فوقيها المكونات السائلة كلها زي اللبن كوبايتين، وهصب فوقيها ربع كمية الزيت، 3/4 هحط ربعهم. برضو انا هنا كنت حطيت كوباية من المية بس. طيب تمام، هعجن العجينة بتاعتي واظبطها تكون بالشكل ده. اخر حبة زيت خالص اللي هو النص 3/4 هحطهم عليها. بعد كده هتنتفخ بالشكل ده. شايفين شكلها جميل ازاي؟ ما شاء الله. بعد كده هبدأ اكورها لكور صغيرة. بعد كده هفردها واحط فوقيها اللحمة المفرومة. شكلها تحفة بجد، شكلها عايز يتاكل كده وهي نية اصلا. هبدأ اكورها بحيث ان انا اقفلها من كل الجوانب كويس جدا، وبعد كده هقلبها على الجزء اللي انا قفلت منه ده عشان ما يفكش منه. بعد كده هدهنها من فوق ومن تحت بالزيت، واحطها في الصينيه بتاعتي على درجه حراره 180 في الفرن 10 دقايق، واقلبها على الناحيه التانية 10 دقايق، واطلعها. هتلاقوها بالشكل ده ان شاء الله، وتاكلوا احلى ان شاء الله حواوشي اسكندراني، وبألف هنا وشفا عليكم.